ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مين هو، السلسله اللي بنجيب فيها شخصيات وبنشرح لكم القصه بتاعتها من اولها لاخرها في الكوميكس عشان تعرفوا كل حاجه عنها. والنهارده هنتكلم على شخصيه احتمال كبير قوي نشوفها في الفيلم الجديد بتاع سبايدر مان اللي هو سبايدر مان الجزء الرابع اللي اسمه سبايدر مان براند نيو داي، والشخصيه دي اسمها ذا جاكل. تخيل كده معايا مدينه نيويورك باكملها هتبقى ملك شخص واحد. الشخص ده هو يعني حرفيا اكتر شخصيه او اكتر فيلن مظلوم في عالم مارفل وفي عالم سبايدر مان. انا مش ببالغ يا جماعه، لان الشرير ده اصلا هو السبب في قصص كتير جدا احنا شفناها في الكوميكس وشفناها في الانيميتد يونيفرس بتاع سبايدر مان، بس احنا ما سمعناش عنه. ورغم كل ده احنا احتمال برضه ما نشوفوش ابدا ابدا في اي فيلم لسبايدر مان او في اللايف اكشن، لان الناس كل ما تشوفه على طول تقارنه مثلا بجرين جوبلin ويقولوا ان ده شخصيه رخيصه او كاركتر ارخص من جرين جوبلin وهو شبهه خلاص. تعال بقى في الفيديو ده اكلمك عن شخصيه ذا جاكل بقصصه بتاريخه كله في الكوميكس. الشخص اللي تحت القناع ده اسمه مايلز وورن، وهو ظهر في مسلسلات الكرتونيه بتاعت سبايدر مان 3 مرات بس، ومره واحده بس فيهم اللي تحول باكمله لشخصيه ذا جاكل. في المقابل بقى هو مهووس بالاستنساخ وعمل نسخ كتيره جدا من شخصيات كتيره جدا. الشخصيات دي كلها شفناها في العاب سبايدر مان، شفناها في افلام سبايدر مان، ولكن هو ذات نفسه ما خدش حقه في كل النسخ اللي هو عملها ديت في الكوميك. زي مثلا شخصية بن رايلي ظهر معانا في لعبة سبايدر مان، ظهر في مسلسلات كتير، ظهر في سبايدر فيرس، ولكن ما شفناش الشخص اللي وراه، الشخص اللي صنعه من أول وجديد. تعالوا نبدأ بقى بقصة الكلونز، قصة الاستنساخ. أنا مش عايزك تستهون بالشخصية الشريرة دي أو الشخصية ديت في عالم سبايدر مان، لأن هو السبب وراء مصايب كتير جدا حصلت لسبايدر مان، وقصص احنا شفناها كان هو السبب من وراها بس احنا ما كناش نعرف. زي أي حاجة فيها استنساخ هتلاقيه هو كان السبب وراء القصة دي. لحد يومنا ده في شخصيات أو نسخ من شخصية جوين ستيسي، شخصية كين، شخصية بن رايلي لسه موجودين لحد دلوقتي وبيتحركوا في كل اليونيفرس، واحنا لحد دلوقتي ما نعرفش مين السبب وراه، ولحد دلوقتي لسه ما شفناش نسخة من اللايف اكشن بتاعه. هل ممكن يظهر معانا في سبايدر مان براند نيو داي؟ تعال بقى اشرح لك كل حاجة. عشان بقى نفهم اصل الحكاية لازم نرجع لأول ظهور لشخصية ذا جاكل في الكوميكس، ودي كانت في ذا اميزنج سبايدر مان 129، نسخة 129، ودي برضو كانت أول مرة نشوف فيها، كان أول ظهور لذا بانشر. في النسخة دي أو في الظهور الأول ليه احنا ما كناش نعرف عنه أي حاجة غير حاجة واحدة بس، إن هو شخص ذكي جدا وهو دكتور، بس احنا ما نعرفش برضو تفاصيله، ما نعرفش قصة حياته. الحاجة الوحيدة اللي احنا شفناها في النسخة دي انه كان بيحاول يقنع ذا بانشر ان سبايدر مان ده شخص شرير ولازم تروح تقتله، وهو كان عايز ذا بانشر يروح يقتله بالنيابة عنه. يعني من اول دقيقة احنا عرفنا ان الشخص ده بيكره سبايدر مان كره لدرجة انه عايز يقتله. عادة اشرار سبايدر مان في السنين دي وقت ما الكوميكس كانت بتنزل كانوا بيبقوا ورا الفلوس، ورا القوة، علشان كده كانوا بيحاربوا سبايدر مان، ولكن السبب الرئيسي ليه ذا جاكل كان بيحاول يقتل سبايدر مان كان مجهول. وفي نهاية النسخة دي أو الكوميك دي اللي هي 129، ذا بانشر عارف الحقيقة، عارف إن ذا جاكل بيحاول يستخدمه ويستغله علشان يقتل سبايدر مان، وعارف إن سبايدر مان ده شخص كويس، وفي الآخر تخلى عن شخصية ذا جاكل، وذا جاكل فضل لوحده وما كانش عارف يعمل ايه لحد النسخة 130 لما دور على شرير تاني اسمه هامر هيد، ولكن هامر هيد ما ساعدوش، في الاخر طرده وقال له اطلع يلا بره من هنا يلا. واكتشفنا بعد كده انه شرير ولكن شخصية جبانة، هو طلع شخص جبان جدا بيدور على الناس علشان يستغلهم علشان يقتل سبايدر مان، بس مش عارف يعمل الموضوع ده بنفسه. بعد فشله مع هامر هيد وذا بانشر بيحاول يدور على أشرار تانيين عشان يتحالف معاهم، منهم جريزلي وسكوربيون وترانشولا. وهنا بقى يجي السؤال المهم، هو ليه كل شوية بيدور على أشرار علشان يساعدوه ومش قادر يروح يعمل بنفسه؟ بصوا يا جماعه، هو ذا جاكل اصلا في الكوميكس اول ما بنبص عليه بنلاقيه هو شخص ضعيف جدا، هو مش سوبر فيلن او ما عندوش مثلا قوه خارقه، هو مرن وسريع، ولكن هو عارف ان هو لما يحارب سبايدر مان هو مش هيبقى عنده يعني فرصة ولو 1% ان هو يكسبه، فبيدور على ناس تانية علشان يستغلهم ويستغل قوتهم
ويستغلهم ان هم يحاربوا سبايدر مان ليه. بعدها نروح بقى على الكوميك رقم 137. بمساعدة تيرانشولا ونسخة من جوين ستيسي هو اللي كان عاملها، عرف يوقع سبايدر مان. والخطة هنا كانت جحدة جدا، كانت شريرة جدا. هو كان عايز يقتله بنفس الطريقة اللي ماتت بيها جوين ستيسي ويرميه من على الكوبري، ودي نفس الطريقة اللي ماتت بيها جوين ستيسي من جرين جوبلin. هنا بقى بنبدأ نلاحظ حاجة غريبة جدا، ان هو مهووس بجوين ستيسي. يعني ليه عايز يخليه يموت بنفس موتة جوين ستيسي بالظبط؟ وليه عامل نسخة من جوين ستيسي أصلا؟ في المشهد ده سبايدر مان كالعادة عرف إن هو يهرب من تيرانشولا بذكائه، وفي الآخر فضل يدور على تيرانشولا وجابه واداله علقة موت. ودي كانت واحدة من أحلى الفايتس اللي مرسومة على الكوميكس إحنا شفناها. وبعد كده سبايدر مان وهو ماشي وفاكر إن خلاص الموضوع خلص وادى تيرانشولا علقة موت وخلص منه، فجأة ذا جاكل بيظهر وبيديله ضربة بالمخالب بتاعته اللي حاطط فيها بويزن، اللي حاطط فيها سم مخدر، وخدره تماما. وبعد كده في الاخر بيقلع الماسك وبيكشف هويته لسبايدر مان. وطبعا الراجل اللي تحت القناع كان مايلز وارن، راجل عجوز، بروفيسور عجوز، هو اللي كان بيدرس بيتر وجوين في الجامعة. طيب ليه أستاذ الجامعة بيعمل كده في سبايدر مان؟ وليه كل ده أصلا بيحصل؟ والإجابة بنعرفها في النسخة 149. عمنا مايلز وارن ده بقى كان مهووس بجوين ستيسي بطريقة غريبة جدا ومقززة جدا. يعني احنا ما كناش فاهمين هو ليه بيحب. هو كان بيحب تقريبا جوين ستيسي، يعني راجل عجوز قد كده كان بيحب الطالبة بتاعته معاه. وأول ما هي ماتت حصلت له جلطة في دماغه، يعني هو اتخض، ما كانش مصدق نفسه، ما كانش مصدق اللي حصل. ازاي جوين ستيسي يعني اكتر انسانة او اكتر طالبة عندي كنت بحبها ماتت؟ وبعد كده شريكه في الابحاث وراه انه كان قادر يستنسخ او كان بيحاول يستنسخ ويعمل نسخة من ضفدع. وبعد كده جات له الفكرة، راح رايح على طول وجايب دي ان ايه من بيتر ودي ان ايه من جوين، وراح لصاحبه وقال له على فكرة دول دي ان ايه من فئران، فاحنا دول 2 فئران وانا حاولت اجيب منهم دي ان ايه علشان نجرب برضو نكمل البروجكت بتاعنا ونعمل نسخ منها. لانه لو هو عارف 100% لو قال له ان دي نسخ من بشر ما كانش هيساعده في الاخر. لما شريكه بقى بدأ عملية الاستنساخ اكتشف بعد كده ان النسختين دول كانوا بشر. وبعد كده قال له احنا لازم نوقف العملية ديت حالا، دي جريمة وما ينفعش نكمل في اللي احنا بنعمله. مايلز وارن اتجنن، قال له اوعى تقتلهم، اوعى تعمل فيهم حاجة، وراح خنقه للموت. وفي الاخر عاش دور الضحية وقال ان ذا جاكل هو اللي قتله مش انا، ذا جاكل هو اللي قتله مش انا. ومن هنا بدأت الشخصيتين في دماغه يعني تعيش، يعني اتقسم كده لشخصيتين، زي ما جرين جوبلin دايما بنشوفه في الافلام في افلام سبايدر مان. كنا دايما بنشوف ويليام ديفو عنده شخصيتين، شخصيه طيبه اللي هي الشخصيه بتاعته العاديه، والشخصيه الشريره اللي هي شخصيه جرين جوبلin. وده نفس بالظبط اللي حصل مع ذا جاكل، هو اتقسم نصين كده، بقى نص راجل عادي ونص ذا جاكل. القصه بقى الاولى ملحمه الكلون ساجا. اثناء بقى القتال الشهير ده سبايدر مان التاني اللي هي نسخه منه اللي هو بن رايلي بيظهر معاه نسخه من جوين ستيسي. وجوين المستنسخه بتفوق بعد كده من التاثير اللي حصل لها ده، وبعد كده بتواجه مايلز وارن وبتقول له في وشه على طول كده انت قاتل. الراجل بعد كده بيفوق من اللي هو عمله ده وبينقذ كل الرهائن اللي كانوا مربوطين للقنبله. وبعد كده بيحصل انفجار كبير وبيموت، بس ده اللي احنا بنفتكره. وبتنتهي بعد كده القصة الأولى. وبعد كده الشخصية دي بترجع تاني وبتعمل لنا أقوى قصة شفناها في الكوميكس، وهي ذا كلون ساجا، أطول وأكبر حدث في تاريخ الكوميكس لسبايدر مان. أكتر من 100 عدد من الكوميكس أو 100 قصة اتكتبوا في الكلون ساجا، وممكن تقريبا يوصل عددهم ل 160 قصة. المشكلة بقى إن القصة دي حصل فيها مليون حاجة تخلي العقل ينفجر وما تبقاش أنت مركز من اللي حصل. فأنت ركز معايا بقى في اللي جاي ده عشان تفهمه. الكتاب كانوا بيحاولوا بقى يقنعوا كل القراء انه يا جماعه على فكره سبايدر مان اللي انتوا بتقروا قصصه دي، اللي بقالكوا 30 سنه بتقروا قصصه دي، كانت نسخه منه، والنسخه الاصليه والحقيقيه هو بن رايلي. يعني انتوا عارفين ان مثلا افلام سبايدر مان دي اللي جايه دي كلها والافلام القديمه دي كلها كانوا هيقولوا ان دي كانت نسخه، وان النسخه الحقيقيه هو بن رايلي مش بيتر باركر. شايفين الغباء. وطبعا القصة دي اتكنسلت تماما، والقراء كلهم كانوا متضايقين جدا وقالوا امسحوا كل اللي انتوا بتقولوه ده. طيب ليه لحد دلوقتي احنا ما شفناش شخصية مايلز وارن ديت او شخصية ذا جاكل اصلا
في اللايف اكشن ليه ما ظهرش معانا؟ ليه مثلا دايما بنشوف شخصيات مثلا زي اللي هو فينوم اللي هو البلاك سوت بيظهر معانا في افلام كتير وفي مسلسلات كتير، ولكن مايلز وورن وذا جاكل والقصه بتاعته مع انها هي واحده من اكبر القصص اللي شفناها في الكوميكس ليه ما بنشوفهاش؟ علشان يا جماعه قصه الاستنساخ ديت واحده من اصعب القصص اللي ممكن تتعمل، صعبه جدا ان هي تتحط في لايف اكشن، وصعب قوي انك تعمل مليون نسخه او 100 نسخه او حتى نسختين من سبايدر مان تتفرج عليهم. انت بتبقى عايز هو نسخة واحدة بس تتفرج عليها علشان تفهم القصة بتاعتها، ومحدش هيستحمل القصص دي كلها. بس في طريقة ذكية جدا ممكن يعملوها في سبايدر مان براند نيو داي، وده اللي انا متوقعه اللي احنا هنشوفه في الفيلم اللي جاي. بس قبل ما اقول لك ازاي ممكن يظهر معانا في براند نيو داي، تعالى ما اقول لك المرات القليلة اللي مايلز وورن ظهر فيها معانا. رقم 1 مسلسل سبايدر مان 2017، دي المرة الوحيدة اللي ظهر فيها مايلز وورن بشخصية ذا جاكل كامل، ولكن هو ما كانش مثلا في الشخصية ديت في المسلسل ده لابس سوت، هو كان متحول جينيا، متحول تماما 100% لشخصية شبيهة بالذئب الأخضر. الغريبة بقى إن في المسلسل ده خلوه خال جوين ستيسي، يعني هو كان خال جوين ستيسي في المسلسل، وخلوه في المسلسل ده هو اللي صمم العناكب اللي عضت بيتر ومايلز موراليس وخلوهم يتحولوا لسبايدر مان، وهو كان عضو من السينستر 6 الفريق اللي عمله دكتور اوكتافيوس دوك اوك. تاني ظهور كان سبكتاكولار سبايدر مان، هنا بقى ظهر كمايلز وورن عادي خالص، عامل جينات كان بيساعد كريفن عشان يتحول لنسخته الحيوانية، وكان بيضغط على دكتور كونرز عشان ياخد منه المعمل بتاعه، ولكن هنا ما كانش في أي استنساخ ولا تحول لذا جاكل، هو كان ظاهر عادي بشخصية مايلز وورن. تالت ظهور كان The Animated Spider Man، المسلسل اللي اتعمل في التسعينات. بما ان جوين ستيسي ما كانتش موجودة اصلا في العالم ده في المسلسل ده، فهو كانوا جايبينه بيستنسخ ماري جين. والسبب في المشهد الدرامي المشهور جدا لما كان بيتر واقف قدام ماري جين، وماري جين كانت بتسيح قدامه لان هي كانت كلون، هي كانت مستنسخة ما كانتش شخص حقيقي، فكان مشهد يقطع القلب بالنسبه له. الظهور الرابع بقى اللي انا معتقده هيكون في سبايدر مان براند نيو داي. لو بصيتوا كده على قصه ذا جاكل كلها هتلاقوا كل الحاجات اللي احنا عمالين بنتكلم عنها وكل الشخصيات الشريره. احنا شفنا في التريلر ده كم شخصيات شريره بتواجه سبايدر مان، ولحد دلوقتي مش عارفين ليه كميه الناس دي. شفنا ترانشولا، شفنا بومرانج، شفنا ذا بانشر برضه كان بيحارب الى حد ما سبايدر مان شويه، وشفنا سكوربيون وتوم ستون ورام رود وذا هاند، يعني شخصيات شريرة كتيرة. فده بيدي برضو إيحاء إن في حد بيستخدمهم دول كلهم. ليه يجيبوا كل الشخصيات الشريرة دي في فيلم واحد مادام في حد ممكن يكون بيستغلهم وبيستخدمهم؟ واعتقد برضو سيدي سينك ظهرت، طبعا سيدي سينك شفناها في التريلر، بس انا اعتقد ان سيدي سينك مش فيلن، اعتقد ان هي هتساعد سبايدر مان، بس هما كانوا بيضحكوا علينا في التريلر ومحسسنا ان سيدي سينك هي اللي بتستغله. كمان شفنا برضو ذا هاند برضو من الشخصيات الشريره اللي هتبقى ضد سبايدر مان. فليه يجيبوا كل دول الا ولو ممكن يكون في حد بيستخدمهم وبيستغلهم؟ صوت برضو سمعناه في التريلر كان عمال بيعمل ناريشن، يعني كان بيشرح لنا، بيقول مثلا كان بيشرح موضوع سبايدر وبيشرح الميوتيشن وبيشرح كل حاجه عماله بتحصل لسبايدر مان طوال التريلر كله. والصوت ده انا فضلت ادور والف يمين وشمال وعرفت الصوت على طول، عرفت ان ده صوت كيث ديفيد، وده واحد من اشهر الناس اللي بتعمل فويس اكتنج، واحد من اجمل الشخصيات اللي انا شفتهم، يعني صوته قوي جدا ويقدر ينفع مع اصوات كتير جدا. وانا اعتقد ان هو هيعمل صوت ذا جاكل، واعتقد هو اللي هيمثل شخصيه ذا جاكل في الفيلم ده. لما نشوف بقى كله هيبان لما سبايدر مان براند نيو داي ينزل، والفيلم انا متحمس له جدا. كمان ذا هالك، يعني في حد هيكون بيستغل هالك وبيستخدمه. على فكره في برضه جمله سكوربيون قال هو انت فاكرني سكوربيون؟ هو انت فاكر ان انا سكوربيون؟ هو انت بتحارب انت، يعني انت فاكرني ان انا سكوربيون؟ انا مش سكوربيون، انا حد تاني مستغل سكوربيون. حتى برضو هالك لما جابوا هالك فكان بيقول له انت مش هتقدر تعمل حاجه قدامي، بس قال له بس هو ممكن يقدر. وكان بيتكلم طبعا عن هالك ده، كان بروس بانر هو اللي بيتكلم وبيقول هو اللي ممكن يقدر يحاربك. واعتقد ان في حد كان داخل جوه دماغه وكان عمال بيستغله. وانا كل الناس عماله بتقول ان هي اكيد سيدي سينك لان جين جراي بتعرف تدخل جوه عقول الناس، بس انا اعتقد ان ده ذا جاكل، وهيعملوا له قصه محوريه كده بطريقه ذكيه لما نشوف بقى لما الفيلم ينزل. بس هي دي قصه ذا جاكل، وهل هنشوف سبايدر مان براند نيو داي ولا لا؟ هل ممكن نشوفه قدام في المستقبل ولا لا؟ دي حاجه لسه هنشوفها. اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده. See you later.